كلام ايه يا ابني اللي بتقوله ده؟ هي المسألة سلق بيت؟ ده جواز يا حبيبي، يعني ارتباط اتنين هيعيشوا مع بعض العمر كله. جرالك ايه؟ مش كده يا عبد السلام ولا ايه؟ مظبوط يا عديل. يا ابني الجواز حقوق وواجبات، مش كده يا عبد السلام؟ مظبوط يا عديل. وانت يا ابني لك عندنا حقوق، ان انا افرش لك شقة 4 اوض وصالة. دي بنت الوحدانية، ولازم يكون جهازها احلى جهاز في بنات العيلة. ربنا يخليها لك يا طنط. لكن انت بقى يا ضنايا عليك واجبات. انا رقبتي سدادة. الشبكة مش هتقل عن 1000 جنيه. لكن يا ماما ولا كانش ولا حاجة، اسكتي. الله، هي كوكي مرات عبد المنعم احسن منك ولا ايه؟ يا عديلة اسكت انت يا عبد السلام. كل واحد على قد حاله. اسكت انت، ده مصير بنتي يا اخويا. المهر بقى مش هيقل عن 3000 جنيه، ده ما يجيبش تمن السجاجيد اللي انا هجيبها. وانت عليك يا حبيبي بقى ادوات المطبخ: بوتاجاز ب8 عيون، خلاط، تلاجة، نجف، ريكوردر، تلفزيون ملون، فيديو، والفرح. الأهم من ده كله بقى يا حبيبي عقد إيجار شقة 4 اوض وصالة. تقدر يا حبيبي على ده كله؟ مالك؟ كلامي مش عاجبك ولا ايه؟ لا ما اقصدش يا طنط، انا شايف ان كل طلباتك متوفرة وموجودة. ازاي؟ الشقة موجودة يا فندم بجميع كمالياتها، يعني لا انتوا هتتكلفوا حاجة ولا انا هتكلف حاجة ولا حد هيدفع حاجة. ايه؟ فالي بقى كل المشاكل اتحلت. يعني عندك شقة مجهزة بكل الحاجات دي؟ ما عدا التلفزيون والفيديو. بالتقسيط مش مشكلة. والشقة دي موجودة؟ موجودة يا فندم، وانا نهبل عشان اجي اخطب نبيلة؟ هي نبيلة اقل من كوكي مرات عبد المنعم؟ لازم اجي واكون جاهز. مش بقول لك ناصح يا عديلة؟ يا اخويا ما كنتش عارفة. والشقة دي فين يا حبيبي؟ هو في اي وقت تحب ساعتك تشرفيني انت وسعادة البيه ونبيلة، تيجوا الشقة وتتفرجوا وتشوفوا بعينيكم. دي نبيلة هي اقل من عبد المنعم مرات كوكي؟ ايه غلط؟ يا لهوي، نفس اتقطع يا اخواتي. ولسه كتير يا ابني. هو دور واحد بس يا عم. طب اطلع يا اخويا اطلع. اتفضل. خد بايدي يا عبد السلام، مش قادر. على مهلك يا ماما. انا عارفه صوتك ايه المنيله دي. خلي بالك يا حماتي في سلمة مكسورة، السلمة نمرة 7. عندهم يا اخويا عندهم. لا ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ يا ابني حاسب يا ابني، عفرتنا وهببتنا. مشروع الهرم يا ابني ايه ده؟ اسهل من تروح سلالم بيتك. ايه يا ابني السلم اللي يهد الحيل ده؟ معلش بس في الاول لما ان شاء الله اما هتيجي لنا كم مرة تلاقي نفسك زي العروسة. المنظر جميل من هنا يا اخويا جميل ايه؟ احنا في ايه ولا في ايه؟ منطقة سياحية يا عمي، اتفرج ساعتك كده تشوف الهرم باين، النخيل، المزارع. خليك معايا يا ابني. نعم. الحاجات دي تبعك يا ضنايا؟ دي تبع الجيران. بيعملوا فيها ايه؟ ما اعرفش، بيزرعوا حاجات غريبة قوي، بطيخ على عنب. انا مش دعوة انا. اديلها لي والناس نايمة. تعالي. اتفضل. ايه ده؟ وده تبعك يا ضنايا؟ لا دي مزرعة فراخ تبع صاحب البيت. دول ناس بيعرفوا يجيبوا القرش ازاي. وانت بتعمل معاهم ايه؟ انا اخد لي بيضة بيضتين، هم ناس ظراف يعني. حول الله. انما اقرب على فرخة اروح في داهية. قول لي يا حبيبي. نعم. فين بقى شقتك؟ شقتي فين؟ اهي اتفضل. هنا؟ اتفضل. بقى دي شقتك دي يا ضنايا؟ يا اهلا وسهلا. اهلا يا عمي. اهلا. خطوة عزيزة. ودي شقتك بقى يا ضنايا؟ ما ده لك كنت اوضه السفرة. ايه ده لازم حد قال لك بقى يا حماتي. دي سفرة بمنافعها، يعني منها سفرة ومنها انتريه. لا شكرا. مش عايزة. شوية ميه ساقعين حلوة قوي. تشوف المطبخ؟ يا اختي ايه ده؟ في المطبخ. في مطبخ هنا كمان. ايه اتفضل. تعالي يا اختي. اتفضل. اهلا وسهلا. اهلا، الشقة نورت. اتفضل. ايه ده؟ ومال يا اخويا المطبخ
وسع كده ليه؟ لا هو في الحقيقه حماتي انا لما خدت الشقه المنطقه دي ما كانتش مطبخ، انما بذكائي انا قلت الياض ما تستغلش الممر ليه؟ رحت عامله مطبخ بس ما بستعملوش. انما ان شاء الله لما هتجوز نبيله وتطبخ في المطبخ هيبقى مطبخ حبنا. بقول لك ايه؟ نعم. تعالى هقول لك سر منيل بست النيله. ايه؟ عارف بقى ان نبيله ما بتعرفش تسلق بيضه. ومين هيتجوز واحنا فاضيين ناكل بيض؟ احنا اتهرينا في العزوبيه بيض. كده يا دي الوعلة ما مش عايزه. طب عمي تشوفوا الحمام بقى؟ نشوف يا شوف اخويا. الحمام.